دلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رأيكم بقى في برام الرز المعمر ده؟ الحكاية ده بجد طعمه حكاية. بتمنى ان الوصفة تعجبكم وتكون خفيفة على قلبكم. يلا بسرعة كده نشوف احنا عملناها ازاي باللبن الرايب اللي عندنا. بجد حاجة كده عظمة. اتمنى الوصفة تعجبكم وتكون خفيفة على قلبكم، وما تنسونيش ابدا من دعائكم ومن لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلوا كل جديد. ويلا بينا نشوف العظمة دي عملناها ازاي. السلام عليكم. يلا بينا كده نصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. بمناسبة الايام المفترجة اللي احنا فيها دي، ربنا يعودها علينا بالف خير يا رب العالمين، وما يكون حد فاقد حد. يلا بينا كده هنعمل مع بعض. طبعا بما ان احنا شفنا البرام القمر ده كده، احنا كده عرفنا ان احنا هنعمل ايه. هنعمل النهارده الرز المعمر. كان عندي كنت جايبه لبن كده، وطبعا كلنا بنجيب اللبن كده وبيحصل معانا كده ان احنا بنلاقي اللبن قطع كده معانا. هنرمي اللبن؟ لا، ما نرميش اللبن، نعمل منه معجنات، نعمل منه رز معمر تحفه جدا. يلا بينا كده ندخل على الوصفه على طول مع بعض. انا معايا هنا كده 3 معالق كده 3 كوبايات كده من الرز المصري. غسلاه كويس جدا، ما نقعتوش ولا اي حاجه. معانا هنا كده اللبن بتاعنا، طبعا ده كيلو من اللبن كده، غلياه كويس جدا. وبعد ما غليته هنزل عليه كده على الرز بتاعنا كله. ومعانا مرقه الدجاج القمر دي بتدي طعم حلو جدا للرز المعمر بتاعنا. ومعانا هنا كده معلقتين كده من الملح، لان طبعا زي ما احنا عارفين كده الرز المعمر مش هيحتاج غير الملح بس. خلاص كده تبلناه وحطينا الملح. هنقلب قلب قلب كده كل الحاجات المكونات دي كده مع بعضها. طبعا احنا شايفين اللبن، طبعا اللبن كان لبن بلدي دسم خالص. ومعانا هنا كده كل ده احنا لسه ما ضفناش ليه لا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. علبه كده من القشطه بتديله طعم حلو جدا، بجد بتعزز طعمه جدا وبتخلي طعمه طعم جدا. نزلنا كده مرقة الدجاج والرز كويس جدا، وقلبنا كل المكونات كده، لازم تنزل كده وتبقى مع بعضها. هننزل عليهم بقى كده بمعلقة من السمنة او الزبدة، ايا كان اللي تفضليه. هنقلب كده كل المكونات دي كده مع بعضها. وطبعا احنا قلبناه هنا كويس جدا. هننزل عليه بقى هنا كده بكوباية كمان من اللبن المغلي، وهنفضل نقلب كده كل المكونات دي كده مع بعض. طبعا اللبن معايا سخن جدا، وطبعا اكون مسخنه الفرن وادخله دلوقتي حالا كده الفرن. طبعا لازم يكون الفرن سخن قبل كده. طبعا مرقه الدجاج دي بتدي طعم حلو جدا. الزبده بقى او السمنه، لازم اختيارك للسمنه يكون كويس جدا علشان خاطر هو ده اللي بيديله طعم حلو جدا. دلوقتي هندخلها الفرن خلاص كده. بعد ما خلاص كده خلاص كده قلبناه كويس كده، بس عايزين ندوب مرقه الدجاج كده. هننزل عليهم كده بمعلقه صغيره كده خالص من الزيت، علشان خاطر الزيت بيخليه يبقى مفلفل كده معانا، وانا مش عايزه اكتر من كده علشان الزيت يخليه يبقى مفلفل معانا، لان احنا حطينا له سمنه حلو جدا والقشطه، فكل ديت الحاجات الدسامه دي بتخليه طعم جدا، هيخليه مفلفل جدا معانا. انا كل ده بقلب فيها علشان ادوب مرقه الدجاج كده معانا، بجد بتديله طعم جدا. هنفضل نقلب فيها كده لحد ما ندوبها خالص كده ونرجع تاني مع بعض. ودلوقتي يا حبايبي كده هندخلها الفرن، وطبعا لازم الفرن يكون سخن الاول جدا. بتمنى الوصفه تعجبكم وتخليكم معايا للاخر، وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. بفرح جدا بدعمكم ليا وكومنتكم الظريف، ويا ريت تفتكروني جدا من دعواتكم بالايام المفترجه اللي احنا فيها دي. دلوقتي هندخلها الفرن، هنسيبها كده نص ساعه كده في الفرن، ونرجع تاني نشوف شكل البرام القمر بتاعنا. بس اهم حاجه ان البرامات دي لازم نخلي بالنا جدا، اذا كنا مطلعينها من حاجه سخنه لازم نبقى حاطينها على حاجه تكون ناشفه خالص، معلهاش بقعه ميه ولا اي حاجه، علشان ما نفقدش البرام بتاعنا.
اتمنى الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. خليكم معايا للاخر نشوف شكل البريم بتاعنا القمر ده هيبقى عامل ازاي. دلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض بقى كده ايه رايكم بقى في البريم القمر ده؟ طبعا كده احنا شايفين كده شكله عامل ازاي. بصوا كده الرز مفلفل معانا خالص كده، حاجه كده عظمه. بصوا كده شايفين الرز بجد حاجه كده تحفه، طعمه حكايه. بتمنى تجربوا الوصفه وتقولوا لنا كده في الكومنتات اذا كانت الوصفه عجبتكم ولا لا. طبعا انا بعشق الوش بتاعه كده وهو ناشف. محدش يقول ان الوش بتاعه كده ناشف ما بيبقاش حلو، ده بيبقى تحفه جدا. بتمنى الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. ويا ريت دايما تتابعوا قناتي وتكتبوا لي كومنتات كده ظريفه زيكم كده، تقولوا لنا اذا كانت كل اللي احنا بنقدمه بيعجبكم ولا لا. بتمنى الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. ودلوقتي نقدر نقول مع بعض كده ونتقابل باذن الله في وصفه جديده، وباي باي.